عزيزي المشاهد اللي على الحديدة، لو سألتك ايه هي مواصفات تجميعتك ان شاء الله بعد ما تشتغل في مجال البرمجة وتعمل لك بتاع 100,000 دولار في الشهر، هتقول اي بروسيسور كور اي 9 واللي هيكون بعد كده اسمه الترا 9 على بوردة فيها كل حاجة، ار جي بي، واي فاي، بلوتوث، 10 جيجا بت، على شلة يو اس بي منهم الثاندر بولت 4، رامات واس اس دي هات بسرعات ومساحات على مرمى البصر، كارت 4090 في جملة مفيدة او 5090 وقتها، باور يشغل الليلة دي كلها، وكيسة تشيل كل الكلام ده. الكيسة بالنسبة لك شكل كويس، مراوح كتير، ويا سلام لو ار جي بي في المراوح وفي الكيسه نفسها، شبكه من قدام عشان ما تاثرش في التبريد، احنا عاوزين شكل وتبريد كمان، وانها تشيل المكونات دي وشكرا على كده. انت تقريبا بتدور على الاساسيات بتاعه اليومين دولت، مش مهتم باي حاجه تانية. الكام كلمه دولت ممكن تلاقيهم في اي كيسه، تقريبا في كيسات من براندات بتلاقيها شبه بعض نحت يعني، بس خدها نصيحه من واحد بيفك وبيركب قطع في الكيسه اكتر ما بياكل ويشرب. الكيسات اكتر من كده بكتير. خد عندك مثلا كيسه زي دي من انتك، كيسه عندي بقالها 6 شهور كاملين ويمكن اكتر كمان، بستخدمها ككيستي الاساسيه في السيت اب بتاع التست. عدى عليها اكبر واصغر كارت موجود حاليا من انفيديا او من اي ام دي مؤخرا. مش انتج دي الشركه اللي بتعمل كومبوهات باورات وكيسات بالسعر على قد الايد. الكلام ده لو انت جديد في سوق الهاردوير، بالنسبه لك هي شركه جديده بتعمل كيسات كومبو برنجات مختلفه وبمواصفات مختلفه وسعرها فعلا على قد الايد او بادجت فريندلي. ولكن على العكس انتج شركه زي اي شركه تانية بتقدم فول لاين اب بدايه من اللو اند لحد الهاي اند والالترا هاي اند كمان. وعلى عكس ما انت معتقد، هي مش شركه صينيه، انتج شركه بقالها في مجال مكونات الكمبيوتر 35 سنه، ايام جيل الساند بريدج وقبل كده كمان. فانت عارف مين هي انتج بالظبط. دي تقريبا اول شركه دخل منها هنا مصر الليكويد كولرز، بالتحديد الكوهلر اتش 2 او قبل ترند الار جي بي. كان كبيرك وقتها فريم البامب ينور ابيض او احمر. فانتج مش شركه قليله وكمان مش شركه جديده للاسف. وتقريبا كده في 2014 الشركه دي ابتدت تختفي محليا شويه بشويه، لكنها بره مصر كانت موجوده ومستمره. ومن 2021 ابتدت تتوغل من تاني في السوق المصري بشكل اكبر وبورتفوليو اكبر، مركزين على نقطه مهمه جدا: السعر مقابل الاداء والمميزات. ده اللي خلاك تقول ان اول ما رجعت انها شركه جديده. حاليا في السوق بتقدم كومبوهات كيسات مع باورات برنجات مختلفه، كولورات ليكويد زي الفورتكس مثلا اللي راكب في الكيسه اللي قدامك بحجم 360 مللي. وقبلها كنا اتعرفنا مع بعض على السيمفوني، اول كولر دايركتلي كان بيدعم ال جي اي 1700 في السوق مع باورات اي تي اكس 3 بكابل 16 بن زي النيو ايكو. واهم ميزه بقى انهم في مصر عن طريق التوكيل الرسمي ليهم بيقدموا الفول وارنتي، يعني الضمان اللي بتلاقيه مكتوب على الكرتونه او مكتوب على الويب سايت هو ده الضمان اللي انت هتاخده من توكيلهم سيستم ماكس. البرفورمانس 1 اف تي بالمناسبه مش اعلى موديل عندهم، في موديل اعلى اسمه كونسليشن او السي سيريز، زي ما دي كده البي سيريز او الكيسات الكيوب. بس الكيسه دي مميزه جدا لانها كيسه فول تاور بامكانيات وبمواصفات بس بحجم الكيسات الميد تاور او اللي تقدر تقول عليها سوبر ميد تاور. دي نوعيه الكيسات اللي حجمها ما يبينش ابدا امكانياتها، والكيسه اساسا ما بتلعبش على الشكل الترندي، مع ان في منها نسخه بتلعب على الجزئيه دي وفي منها نسخه كمان سايلنت. الكيسات اللي من النوع ده حجما بيكون فيها افضل استغلال للمساحات، مميزات عشان تديك عمليه تركيب سهله مع كيبل مانجمنت محترم جدا وسهل جدا، يعني تقدر تحط فيها اي مكونات تخطر على بالك بدون اي مشكله حتى لو كان 4090. تجربتي مع الكيس دي في اكتر من سيناريو، زي اني بستخدمها بشكل شخصي وجمعت فيها جهاز لواحد من اعز اصدقائي، وكان كل اللي هو عاوزه كيسه كويسه شكلها لطيف تشيل كولر 420 ملم وفي نفس الوقت سعرها ما يكونش مبالغ فيه وحجمها كمان ما يكونش مبالغ فيه. دي تقريبا ومن فتره كبيره كانت الكيسه الوحيده الميد تاور اللي بسعر كويس تشيل الكولرز ال 420 ملم، تيجي بوش من المش او متخرم عشان التهويه، والوش ده محفور بشكل شيك جدا، بيتفك وبيتركب بسهوله، لا بيتثبت بمسامير ولا بكليبسات، مغناطيس بس. الشيء اللي يضحك ان ما اكتشفتش الموضوع ده الا في الاخر خالص، يمكن كمان بعد شهر، لان الطريقه اللي متثبت بيها قويه جدا، مش هيتحرك من مكانه ابدا الا لو انت قاصد، غير كده بيفضل ثابت. تحت الجزء ده فيه 3 مراوح اسمهم ستورم تي 3. ال3 مراوح دولت الاير فلو بتاعهم عالي جدا، بيقدروا يحركوا كميات كبيره جدا وبسرعه عاليه من الهواء. انا هنا بربط المراوح على اساس درجه حراره سنسور البروسيسور، فوقت ما يكون البروسيسور في درجه حراره مرتفعه المراوح بتوصل لسرعات عاليه في ثواني، مش عشان التبريد ولكن عشان التهويه. تقدر تركب كولر من قدام طوله 420 ملم زي ما وضحت في البدايه بدون اي تضحيات. التضحيه الوحيده بس انك ممكن تستغنى عن مروحه 140 من الثلاثه، ده لو هتنقلهم فوق، ده عشان الكولرات ال 420 سمكها عالي شويه. انا بستخدم كولر 360 اسمه فورتكس، الكولر بيركب فوق بدون اي مشاكل، ما بيضايقش الرامات ولا بيضايق البورد ولا حتى كابلات ال8 بن اللي فوق. والجزء المعدني اللي بيتثبت فيه الكولر والمراوح من فوق فيه ميزه جباره، لو انت بتحب تجمع بنفسك الجزء ده بيتفك بالكامل ويتركب تاني، يعني انت مش طول الوقت محتاج تشتغل في الكيسه او تشتغل جوه الكيسه، انت
ممكن تركب الكولر اخر حاجه خالص بعد ما تظبط كل حاجه. الكيسات اللي زي دي بكون حابب جدا ان اشتغل فيها على طول، خصوصا في عمليه الفك والتركيب، وده يمكن السبب اللي خلاني اعتمد عليها الفتره الاخيره، لاني احيانا بركب كولرات اير وليكويد مختلفه. فانا كل اللي بعمله اني بفك البامب الاسلاك، بشيل الجزء العلوي ده خالص واركب بره وارجع اوصل تاني ولا كأني في اي حاجه. في نفس المنطقه اللي فوق في مروحه اخيره بتيجي مع الكيس، حجمها 120 مللي من نفس النوع برضو الستورم تي 3. يبقى عندك كده وش امامي مش عشان التهويه، تحتيه 3 مراوح 140 ملم، وجزء علوي بيتفك وبيتركب مش برضو، وعليه فلتر تقدر تركب فيه 3 مراوح اما 140 او 120 على حسب انت مركب ايه قدام، ومروحه اخيره عند الباك بانل 120 مللي. غير كده انت عندك قدره انك تركب 3 مراوح تاني 120 مللي فوق شراود الباور سبلاي على طول وتحت كارت الشاشه. حتى لو انت مش حابب الشكل المقفول او الاضاءه اللي مش موجوده، انت تقدر تركب مراوح يوصل عددها ل 10 مراوح، تقدر تشيل معاك اي كارت حتى لو كان ال 4090 الار او جي ستريكس بدون اي مشكله، وبدون ما يخبط في الكولر لو هتركبه من قدام. وطبعا اهم شيء تقدر تشيل بورد اكستندد اي تي اكس بدون برضو اي مشكله، ومش هتوصل لاماكن خروج الكابلات من فتحات الكيبل مانجمنت لانها بعيده، وثانيا جايه بكيرف يخليها اعلى شويه من البورده. الجزء اللي تحت من الكيس اللي ممكن تركب فوقيه 3 مراوح اسمه البي اس يو شراود، زي ما انت شايف في فتحات تهويه وبيخفي كل حاجه تحتيه سواء من باور وكابلاته وحتى تري تركيب الهاردات اللي بالمناسبه ما بيشيلش الا هارد واحد واس اس دي فوقيه 2.5 بوصه، وانا شايله عشان حاجتين: اولا انا ما بقتش استخدم اي هارد في اي جهاز من اجهزتي، ثانيا انا ما عنديش غير اس اس دي واحد حاطط عليه شويه فايلات تخص التست سيت اب، بيركب في اماكن تانية افضل بكتير من التري ده. بس السبب اللي بشيل دايما عشانه التري في اي كيسه هو اني ببقى محتاج مساحه اكبر للكابلات في ظهر الكيسه، خصوصا ان انا هنا مركب كابل 16 بن عشان كروت انفيديا الجديده، ومجهز كمان 3 كابلات 8 بن عشان الكروت القديمه او الادابتورز بتاعت انفيديا. الباور هنا كمان ممكن يتركب بالكامل بكابلاته اللي انت محتاجها بره ويتثبت في براكت، وبعد كده تشحطه جوه الكيسه عادي جدا. حتى الان انا شايف سهوله في التعامل مع الكيس وفي التركيب. بس انسى الكلام ده كله بقى وركز في الجزئيه اللي جايه دي، الكيسه الاحترافيه اللي بيميزها عن الكيسات التجاريه اللي اكيد كلنا اشتريناها زمان، تايجر والدولفين والماتريكس وما الى ذلك، اللي كانت بباور على الله حكايته، ما كانتش تعرف حاجه اسمها كيبل مانجمنت اساسا. فالكيسات الاحترافيه لما بدات تظهر ابتدت تعرفنا على المصطلح ده، خصوصا الناس اللي كانت بتركب كميات هاردات كتيره. حلول الكلاود والناس ستورد ما كانتش متواجده للمستخدم العادي كده زي دلوقتي. فالكيسه الاحترافيه ما تبقاش كيسه احترافيه من غير كيبل مانجمنت. مش لازم يكون سهل انك تعمله زي كيسه النهارده، المهم انه يكون موجود. زي ما شفت من الكام دقيقه اللي فاتوا ان الكيسه لحد دلوقتي سهله في التعامل، حتى في البابين الازاز اللي بيتركبوا بسهوله، والامان زياده في مسمار عشان يثبت البابين اكتر. الشكل اللي قدامك ده ما طلعش كده عشان انا مثلا مسكت كل كابل من دول ورحت ممشيه في مسار لوحده بعد كده نقلت على الكابل اللي بعده فاضي انا بقى، لا، انا شلت الكفرين اللي في ظهر الكيسه المعدن ورحت مثبت الكابلات في اماكن انتج عاملاها في الكيسه، بتقفلها بفيلكرو تاي وثبتهم وشكرا على كده. قفلت الكفرين اللي فوق واللي تحت وعملت احسن كيبل مانجمنت في اقل من ثواني. ده يا عزيزي من اسهل المرات اللي عملت فيها كيبل مانجمنت في حياتي في كيسه متوسطه السعر، على عكس مثلا جهازي الشخصي اللي مسكت كل الكابلات اللي فيه كابل او شويه كابلات مع بعض وبمشيهم في مسارات معينه عشان اعرف اقفل الباب في الاخر. لا، انت هنا عندك خزن، شد، غطي، اقفل، وخلصت الحكايه. انت كمان عندك كيبل مانجمنت بره الكيسه مش جواها بس. لو انت واحد مركب شاشتين، كيبورد وماوس وايرد وسماعه وايرد مش انت ما بتحبش الوايرلس، وكابل شاحن للتليفون، كابل شاحن للسماعه بتاعتك، كابل شاحن للساعه، ومش عارف موصل ايه شغال لايه وبيشحن ايه، هتلاقي عندك كابلات باظه في كل حته. انتج بقى عملت ايه؟ اماكن عند لا مؤاخذه مؤخره الكيسه، بالتحديد عند الفريم بتاع الظهر جنب المنافذ على طول، وراحت عامله لك اماكن تركيب فيلكرو تايز جايه اوريدي مع الكيس عشان تعدي الكابلات الكتير دي منها، ويبقى عندك شكل احترافي للكيسه وكمان للمكتب. حتى الان تقدر تقول ان في اهتمام بالتفاصيل حتى لو كانت صغيره، زي مثلا علبه المسامير المتقسمه، المسامير اللي بتثبت الكارت نفسه فيها ورده بلاستيك عشان اولا ما تحكش في الكارت ما تجرحوش وما تقعدش تلف على الفاضي وتوسع مكانه المسمار. دي حاجات عامه بقابلها وانا بفك وبركب كتير. عندك كمان بوردز اليو اس بي اللي محتاجها، التايب اي 2 والتايب سي 1 بسرعه 10 جيجا بت، زرار الباور وزرار الريست، وزرار تاني مربوط بشاشه تعرض لك درجه الحراره. الشاشه دي بتتوصل على البورد وما بتشتغلش الا لما بتنزل برنامج اسمه اي يونيتي، دقيقه جدا في عرض درجه الحراره سواء لكارت الشاشه او البروسيسور، وتقدر تختار تعرض لك من البرنامج انهي جي بي يو بالظبط، سواء البيلت ان او البيلت اوت او الدي جي بي يو. مشكلتي في الكيسه دي هي حاجتين اتنين صغيرين جدا، وهم الحقيقه مش
عيوب خالص ومشاكل ممكن تتلافاها او ممكن تطنشها. الكفر بتاع الشاشه للاسف من ماده الاكليريك، ودي ماده سيئه جدا جدا في التعامل مع التراب، بتتجرح لو معدي من جنبها. فكان ممكن الجزء ده يتعمل ازاز زي ما بين الكيسه كده، خصوصا انه ملوش علاقه بالواجهه الاماميه في الفك والتركيب، او الشاشه تكون محفوره جوه المعدن، او سيب الكيس بقى اللي بيجي عليها. بس يعني انا ما بحبش الحركه دي فاستحملت. الحاجه التانية ان مفيش هولدر لكروت الشاشه جاي مع الكيسه. دي ما هياش مشكله كبيره قوي، لان كده كده كروت انفيديا العليا منها من ال 4070 تي اي وانت طالع جاي معاها هولدر للكروت. دي حاجات على المستوى الشخصي ممكن تتعدل، ممكن تتغير، ممكن ما تهتمش بيها اصلا. بس ده ما يمنعش ان الكيسه دي واحده من احسن الكيسات اللي انا جربتها الفتره الاخيره. كيسه شكلها حلو جدا، بعيده تماما عن ترند الار جي بي، شكلها هادي، شكلها شيك جدا، سهل تتعامل معاها، مش لازم تكون خبير في التجميع، مش لازم تروح لحد يجمع لك فيها، محتاج بس تكون عارف الاساسيات عشان ما تحرقش حاجه كده ولا كده. وفي النهايه هتديك شكل كويس جدا، خصوصا لو انت من مناهضي الرجب او حابب ان الار جي بي يكون في اجزاء معينه او في القطع الداخليه الاساسيه. سعرها وقت كتابه الحلقه هو 7500 جنيه مصري، او ما يوازي ال 160 دولار. السعر ده بالنسبه للي بتقدمه الكيس ممتاز جدا. سعرها وقت كتابه الحلقه. وحاجه لطيفه كده خدت بالي منها، الثلاث مراوح اللي متركبين فيها ال 140 مللي لو حبيت تشتريهم سعرهم 42 دولار، بيمثلوا تقريبا 25% من قيمه الكيسه لوحدهم. ده طبعا بعيدا عن المميزات التانية اللي تقدر ترجع لها لو تحب، او تستنى بقى الحلقه الجديده لما تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل جرس الاشعارات، لايك لو الحلقه عجبتك، رايك تحت في التعليقات في الكيسه، وهل كان ليك تجربه مع كيسات انتج زمان او دلوقتي، اسومينج يعني انك لسه بتتفرج للاخر. وان شاء الله اتمنى اني اشوفك في الحلقه اللي جايه.